كوينكا قبل ارضيه، كوينكا على حدود المنطقه لكن يضغط كده حجازي وادي كوره وفيها ركله جزاء، فيها ركله جزاء. يعني هو الراجل اللي استلم واتلعبت له الارضيه والكل بيتفرج عليها، حجازي حط رجله لكن بقت ركله جزاء. هي الكوره نبص بقى مين هنا قابل، محدش قابل، وحجازي حط رجله وضغط كده على كوكيه والكوره بقت ركله جزاء لصالح المنتخب الاسباني. دلوقتي 72 دقيقة ومنتخب اسبانيا بيدفع 8 تحركاته وتقدمه الممتاز في وسط الملعب، والمنتخب المصري بيدفع 8 الاستهتار. وعارفين الاستهتار ليه؟ لكن هي ضربة جزاء. مين اللي واقف على تنفيذها؟ ده اللي واقف على تنفيذها هو اندر هيريرا، وهيريرا في مواجهة حارس المرمى علي لطفي. لا ده مش هيريرا، ده اللي بيتقدم ويحطها بقى هدف. كوكي يسجل الثاني للمنتخب الاسباني، كوكي يحط الثاني لاسبانيا من ركله جزاء في الدقيقه 72. يبقى 2 اسبانيا 1 مصر. كوكي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الاسباني. كوكي لاعب نادي اتلتيكو مدريد، وشايف اسكو لاعب نادي مالاجا بيستعد برضه للنزول، وادي الارضيه اللي اتلعبت اهي عدت. يعني مين بقى كان مكمل؟ ما حدش كان مكمل، وحجازي كان ضغط كده وكان اعاق كوكي اللي خد ركله الجزاء وسددها. بقت 2 اسبانيا 1 صفر. 2 اسبانيا 1 مصر، وفرحه ما كملت. كوكي سجل الثاني للمنتخب الاسباني.